واي حد بقى يتريق يقول لك ايه مولانا الشيخ مولاك غصب عن امك. عارف ليه؟ لاني ما كنتش ملتزم في الصلاه لغايه يمكن 2004. بصلي شويه واقعد شويه. ارجع تاني واسال مين اللي بيسند مرتضى منصور في البلد؟ هو مرتضى منصور اقوى من نادي الزمالك؟ نادي الزمالك بيسدد الديون الزفت الزباله اللي عملها هو وعياله، اللعيبه الكسر والعمولات اللي خدها. احنا مش عايزين كل شويه حد يقول لك ايه مش عايزين. ليه مش عايزين تتكلموا؟ ما تتكلموا وتقولوا مين اللي بيدمر نادي الزمالك، مين اللي عايز يعور نادي الزمالك. وهتتسجن تاني يا مرتضى، وهتتسجن تاني يا مرتضى، والزمالك هو اللي هيعيش. وعامل لنا بقى بيان انه دخل الحمام وحط الورق مش عارف فين. انتوا من امتى بتمسح بالورق ده يا مرتضى؟ ده انت اللي قايل اهو. من امتى بتمسح بورق زي ده في البتاع؟ دي لغه؟ ده حد حضراتكم توقفوا النادي وتوقفوا ارضه علشان تشوفوا البلاغ بتاعه؟ مين وزه؟ مين واقف وراه؟ ده والله العظيم من اخطاء محمود الخطيب الكبرى ان هو تنازل عن سجنك تاني، وهتتسجن تاني يا مرتضى، وهتتسجن تاني يا مرتضى، والزمالك هو اللي هيعيش. مش تمنى انا يا ابن الكلب يا واطي. طب هو واحد عامل بتاع بيتكلم فيها، مش تمنى انا اوريك بقى انا خيري عليه وعلى الزمالك وكل اللي اتعمل في النادي ده بفلوس مرتضى منصور. مش زي ممدوح عباس ضحك عليكم. كل اللي دفعوا قلت لكم ورق 20 مليون، انا دافع 200 مليون. كل اللي شايفينه في النادي ده